السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله المخبوزات اللي حضراتكم شايفينها دي هنعملها باللبن القاطع. طبعا انا عندي لبن قاطع. يعني اللبن جيت اغليه لقيته طبعا قطع مني، مش هينفع للشرب. فانا كنت جربت القرص باللبن القاطع قبل كده، طلعت جميلة معايا جدا. فقلت بقى انا هعمل بيه حاجة يعني سريع كده. مخبوزات. يعني هعمل قرص. ده طبعا نص كيلو معايا، لقيته قطع بالشكل ده كده، مش هينفع للشرب طبعا. فهو اللبن لازم يكون دافئ اولا. وهنا طبعا انا الكوباية اللي بعاير بيها الدقيق، بعاير بيها كل حاجة. بستخدمها في برضو عاير بيها اللبن وبعاير بيها السمنة. هنا اول حاجة انا بعملها، بعمل اختبار الخميرة، دي خطوة مهمة جدا يا جماعة. معايا كيس من الخميرة الفورية مع معلقة سكر مع ربع كوباية صغيرة مية، وهي دوبتها زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الخطوة دي عشان يعني اضمن النتيجة معايا بتاع المعجنات بتاعتي او المخبوزات تطلع معايا كويسة. بعد كده طبعا انا معايا الدقيق، 7 كوبايات من الدقيق. الكيلو جه معايا 7 كوبايات من الكوباية اللي أنا عايرت بيها كل حاجة، اللي هو المج العادي، مج الشاي العادي اللي موجود في أي بيت، أو الأكواب المعيارية اللي هي سعة 240 ملي اللي حضراتكم شايفينه ده. هنا أنا ضفت على الدقيق نص معلقة من الملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص كوباية من السكر. نص كوباية كبيرة، طبعا الكوباية الصغيرة دي تعادل نص كوباية كبيرة. وقلبت كل المكونات دي على بعضها كده. وهنا طبعا هاخد اللبن اضربه في الخلاط عشان القطع اللي فيه اللي حضراتكم شايفينها دي لازم يبقى كله كده سايل. وضفت بقى معايا هنا سمنة على زيت، كوباية من السمنة على الزيت، ضفتها كده وغلفت بيها الدقيق. وبعد كده بدأت أضيف اللبن تدريجيا، هو خد معايا يا جماعة كوبايتين وربع. وضفت كمان عليه الخميرة زي ما حضراتكم شايفين، العجينة كده طرية بتلزق شوية، بس ما شاء الله النتيجة بتاعتها طلعت جميلة جدا. لميت بقى العجينة كده بمعلقة زيت ونقلتها في بولة بقى ضيقة عشان يعني تخمر بسرعة. وبعد كده طبعا هغطي العجين كويس واسيبه بقى، يعني اغطيه كويس، يعني بأتقل عليه كمان الغطا عشان الجو طبعا ساقع عشان يساعد في عملية التخمير. سبتها طبعا لغاية ما ارتفعت كده وحجمها اتضاعف زي ما حضراتكم شايفين كده، معناها كده العجينة معايا ما شاء الله ناجحة. بعد كده بدأت ألمها تاني وهبدأ بقى أشكلها. أنا عملت قرص، ممكن تعملي أي شكل من المعجنات انت عايزاه، انت معاكي العجينة جميلة جدا ما شاء الله، أي شكل انت عايزاه تعمليه. وبعد كده عملت برضو الشكل ده كده، فردت العجينة بالطول وبدأت أعمل فيها منظر كده بالسكينة، وهلفها بقى من بره لجوه. هي زي ما حضراتكم شايفين كده العجينة طرية، يعني عايزة الحذر وانت بتشكليها، بس النتيجة جميلة ما شاء الله. اهي كده عملتها على شكل وردة زي ما حضراتكم شايفين كده، كل حاجة ما شاء الله سهلة وجميلة جدا. بعد كده طبعا خلاص كده بعد ما شكلت الكمية اللي معايا هبدأ برضو أغطيها عشان تخمر لتاني مرة.
بعد كده طبعا يعني انا سبتها حوالي نص ساعة. بقت كده برضو ارتفعت كده وخمرت لتاني مرة. هدخلها بقى فرن، عندك الفرن الكهرباء او فرن البوتاجاز، هتدخليها على اعلى درجة حرارة، تحطيها على الصاج اللي تحت. ولما تلاقيها استوت كده واحمرت من تحت هتبدأي تطلعيها في الشواية. لو في الفرن الغاز او اللي هو فرن الخبيز، طبعا انا بخلي النار من تحت نار متوسطة. وبرضو ببقى بدخلها، لازم الفرن يبقى سخن قبل ما ادخل المخبوزات بتاعتي، لازم اسخن الفرن قبلها ب10 دقايق زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا دخلتها على نار متوسطة من تحت، ومهدية النار بتاع الجناب. لما بتبدأ تحمر من تحت كده بعلي الجناب بتاع الفرن عشان اديها الوش ده. وزي ما حضراتكم شايفين كده طلعت جميلة جدا وطرية وهشة. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، والقاكم بخير ان شاء الله.